السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكراتان تيجي زوين ومعلك، إن شاء الله غادي يعجبكم. غادي ندوزو المقادير على بركة الله. عندنا هنايا بطاطا. بالنسبة للبطاطا أنا درت 2 بطاطات، بغيتو ديروهم يعني مسلوقين، ديروهم تقطعوا مربعات وتسلقوهم او تقليوهم بالزيت او تقليوهم في الفران. من الاحسن صراحه يتقلاو في الفران. عندي هنايا الدجاج مربعات. الدجاج غادي ديروا الاختيار ديالكم، الكميه اللي بغيتو، بصيله مشلضه، كزبر ومعدنوس والتوابل. عندنا سكينجبير، التحميره، الملحه، الخرقوم، البزار الكمون والقزبر يابس. عندي هنا البصله غادي ندير معاها واحد الفص ديال الثوم. بالنسبه للبصله الا بغيتو تحكوها تقدروا تحكوها، يعني الا وليداتكم ما كيبغيوش البصله تبقى باينه واخا ما كتبان الصراحه، يعني ملي كتكون مشلضه صغيره. المهم غادي نخلي البصله هنايا كتشحر. بالنسبه للبطاطا راها موجوده. غادي ندوزو دابا نوجدوا البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل انا عندي واحد المعلقه هنايا كبيره ديال الزبده، راني خدامه هنا وخدامه هنا باش نجي هي هذيك في الوقت. بالنسبه للبيشاميل اللي ما كيبغيش الزبده فيقدر يدير ياخذ الحليب، يعني كاس كبير ديال الحليب، وغادي يدير فيه معلقه كبيره او 2 معالق ديال الدقيق الابيض، وغادي يدير فيه شويه ديال الكوزيح هكا الا بغى، وغادي يطحن كلشي مع الفرماج. المهم داكشي اللي غادي ندير هنا يديروا في مولينيكس ويطحنوا، وعاد غادي يديروهم في الكاسرونه. فانا هنايا درت كيف ما قلت لكم معلقه كبيره ديال الزبده، درت معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، ودرت شويه ديال البزار، ودرت هنايا نص مربع، نص مكعب ديال كنور درت منها النص. صافي كنبقاو نخلطوا، ضروري نبقاو نخلطوا، ما نخليوش هادشي يتحرق. صافي انا من بعد ما خلطت كلشي غادي نضيف كاس ديال الحليب كبير. بالنسبه لهداك البصله من بعد ما كتشحر لينا يعني كتنزل، فانا غادي نزيد لها الدجاج، غادي نزيد لها التوابل اللي ذكرت معكم، القزبر والمعدنوس. بالنسبه لي انا ما درتش الكوزه في هذا البيشاميل هذه، درت غير نص كنوره ديال البقري، تقدروا ديروا ديال الدجاج، المهم اللي بغيتو نتوما. وبالنسبه للدجاج تقدروا تعوضوه بالكفته الا بغيتو ديروا كراتان بالكفته، تيبقى الاختيار ديالكم. هنايا غادي نضيف واحد المثلث ديال الفرماج، ضروري البيشاميل تنبقاو نحركوه مزيان مزيان باش ما تيبقاش يتكبر لينا الطحين ولا كيتحرق لينا من التحت وتيجينا المذاق ديالو مر. صافي هنا من بعد ما كنبقى نخلطو تيبان ليا راه بدا كيعقد، راه ما كياخذ ليناش الوقت بزاف. منين يبدا يعقد ليا غادي نضيف ليه شويه ديال الفرماج الموتزاريلا، تقدروا ديروا الفرماج احمر الا بغيتو، هو كيعطي واحد التعليكه كتجي زوينه. يعني كنسمو هذا البيشاميل ما تيجيش فيه غير المذاق ديال الدقيق. بالنسبه للدجاج راه طايب، طفيت عليه، وحتى هذا البيشاميل صافي غادي نطفي عليه. يعني انا ما بغيتوش يعقد ليا بزاف بزاف، يعني هاد بغيتو على هذا الشكل هذا. صافي انا قلت لكم راه طفيت عليه، غنخليه. صافي هنا الدجاج طايب، البيشاميل واجد، والبطاطا حتى هي واجده. بالنسبه للبطاطا انا من الاحسن كنفضل انها تقلى في الفران احسن من مسلوقه او من اللي مقليه بالزيت. غادي ناخذ المول ديالنا اللي الشكل اللي بغيتو، غادي نديرو شويه ديال بيشاميل من التحت باش يجينا معلك، تيجينا كامل فيه البيشاميل.
غادي ندير البطاطا هي الاولى. صراحه هاد البيشاميل هذا هذا الكراطان عفوا تيجي زوين بزاف. ندير البطاطا كامله هي التحتانيه. غادي ندير البيشاميل عاوتاني من فوق البطاطا، باش منين نبغي ندير الدجاج من بعد درت الدجاج من الفوق. نحاولوا ان الدجاج نديروه يعني في من كل شيء، الجوانب الوسط اي بلاصه. الدجاج كيجينا منسم وزوين. بالنسبه لهاد الدجاج تقدروا تزيدوا توابل ديال الشاورما، يعني ملي تبغيو طيبوه زيدوا ليه توابل الشاورما حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه. صافي هنا من بعد ما درت الدجاج غادي نزيد عليه البيشاميل من الفوق. نحاول نديرو كامل باش كله يجيني معلق. صافي هنا من بعد ما كملت البيشاميل غادي ندير الفرماج حمر. ديروا فرماج حمر او موتزاريلا اللي بغيتو نتوما، اي نوع ديال الفرماج بغيتو. صافي هنايا راه كلشي طايب، يعني غادي ندخلوه الفران غير غادي يتحمر لينا هذاك الفرماج والبيشاميل صافي. بالنسبه للفران راه تيكون سخون، يعني غادي ندخلو الفران وهو سخون. تياخد ليناش الوقت بزاف في الفران فتنحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. الصراحه تيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا من الداخل تيجي يا سلام. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، حتى لهنا غادي نقول لكم مع السلامه. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم زوينه، واللي عاد دخل ما ينسانيش من الاشتراك ديالو. وشكرا لكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.